أعزائي المستمعين، صباح الخير وصباح إيديو راديو على راديو التعليمية. ويسعدنا أن يكون معنا ومعكم الأستاذ الدكتور مجدي حسن علام. صباح الفل يا دكتور على حضرتك وعلى كل مستمعينا. صباح جميل على حضرتك يا دكتور محمد، وعلى البرنامج الجميل اللي حضرتك بتقدمه، وعلى الموسيقى الجميلة اللي دخلت بيها الأستاذة هالة معانا وافتقدناها بقالنا فترة. احنا اللي افتقدنا حضرتك بقالنا فترة، وحمد لله على السلامة يا دكتور مجدي. الله يسلم حضرتك، الله يسلم حضرتك. يمكن النهاردة الانتخابات والاستعداد للانتخابات، كل سنة وحضرتك طيب. بتتم المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في الداخل بعد ما تم التصويت في الخارج، وطبعا يعني في 14 محافظة. الاستحقاق هذا الاستحقاق الدستوري للشعب المصري الجميل لاختيار نوابه في مجلس النواب، والمشاركة الإيجابية يا دكتور مجدي. هو النهارده حضرتك لازم يبقى عندنا القيم والمبادئ في اختيار النائب اللي انا هختاره. النهارده عايز النائب اللي هيختاره الشعب، اللي هيقدم خدماته للمنطقة والمحافظة اللي موجود فيها. الشارع المصري بيأمل دايما ان يكون في نائب شغوف بان هو يقدم الخدمات للمواطن المصري ويحل مشاكله في كافة الاتجاهات. يمكن دكتور مجدي، لو اتكلمنا حضرتك عن ان مصر دائما بتعيش عرس دائم، وده بتعلم العالم كله. كان افتتاح المتحف المصري الكبير، ثم كانت طبعا استضافة قصر عابدين التاريخي لأول مرة لحفل ذا جراند بول. يعني مصر دائما تعلم العالم، واحنا تعلمنا من مصر الأصالة والكرم والتاريخ العريق اللي بتعلمه للعالم كله يا دكتور مجدي. والله يا دكتور محمد، النهارده يعني مصر كانت بتحكي فجر التاريخ وحتى العصور المتأخرة إن هي عرضت في المتحف. أنا مش هتكلم عن المتحف ومحتوياته لأن الإعلام غطى هذه الجزئية، بس عايزين نتكلم إن الأماكن التاريخية دايما وفي مقدمتها المتحف له تأثير نفسي عميق على الإنسان، بيتجاوز مجرد المشاهدة، لأنه بيصل إلى مستوى من الارتباط الثقافي والهدوء النفسي والتحفيز العقلي. المواطن بمجرد ما بيشاهد آثار أجداده داخل المتحف بيبقى فيه تعزيز لارتباط الفرد بجذوره الثقافية، وده بيرفع من إحساس الإنسان بالهوية والانتماء، وبيمنحنا ثقة أكبر بنفسنا وبتاريخنا العريق. تحقيق الهدوء النفسي والتأمل من خلال التجول في أروقة المتحف المصري الجديد بيحمل تصميم هادي، مساحات مفتوحة، بيئة مثالية للتأمل وبعيد عن ضغوط الحياة اليومية، وده بيخلق حالة من السلام الداخلي والراحة النفسية. بنلاقي ان الابداعات الفنيه والهندسيه اللي معروضه داخل المتحف بتبقى مصدر قوي للالهام، لانها بتحفز يا دكتور محمد على التفكير النقدي والابتكار، وبتشجع على استلهام حلول جديده من ابداعات الماضي. احنا اتعلمنا النحت وتعلمنا الرسم من جدودنا القدماء.
الإنسان اللي وشايفين بيدخل. الإبداع والرمزية والدقة الهندسية يعني في كل شيء. الأشياء دي لم تكن عشوائية، سواء وضع الهرم في هذا الاتجاه أو ارتفاعه أو مكانه أو النقوشات التي كانت على المتحف. يعني الأشياء الجميلة ما اتعملتش كده يعني اعتباطا أو هباء، لا ده فيه دقة متناهية وفيه حسابات دقيقة وفيه تركيبات جميلة، وفيه يعني تاريخ عريق ومشرف يدل على مجد أجدادنا الفراعنة. ونرجع للفترة اللي هي بتبقى في 16/10 التعامد الشمس على وجه رمسيس. رمسيس الثاني في أسوان. النهارده حضرتك لما بنطلع على حياة المصريين القدماء زي ما حضرتك ذكرت، بما فيها من علوم، في لغاية الآن لم يتم اكتشاف كثير من هذه العلوم. في صراعات وإنجازات بتخلي الزائر جوه المتحف عنده قدرة على فهم تجارب الآخرين، وبيعزز قيمة التعاطف واحترام التنوع الإنساني. المتحف حضرتك قلت علم التحنيط، على الأقل لم نكتشف هذا العلم حتى الآن رغم تقدم الطب الحديث يا دكتور مجد. وللمعلومة لحضرتك والكثيرين يعلموها وحضرتك تعلمها، ولسه ما وصلناش لعلم التحنيط كاملا. احنا النهارده يعني رتوش صغيرة من علم وحضارة كانت موجودة. لغاية الآن بيقعدوا يتفكروا إزاي تم نقل هذه الحجارة اللي اتبنى بيها الهرم واتحطت بهذا الوضع عشان تدي الطاقة داخل هذا الصرح العظيم. ودي دلائل كبيرة قوي، دلائل إن دلت على شيء، إن التاريخ البشري هيفضل في وقفة لاكتشاف هذا العلم اللي وصل فيه القدامى المصريين. يا دكتور مجدي، اتعلم انا ازاي كمصري وتاريخ اجدادي العظيم؟ الدرس ده بيخليني اتعلم الثقة بالنفس، ان انا اكون واثق في نفسي وان انا اجد واعمل والاهتمام بالعلم، لان ده اللي هيوصلني للمجد والتاريخ وكل مكانه. فده مهم قوي للعلم في حياتنا، وان احنا نتعلم، لان التعلم هو السلاح اللي بنتسلح به لمواجهة العالم في هذه الظروف وفي هذه الآونة. والله يعني لو حضرتك مشاركني في ان احنا بدأنا نتحسس ونتلمس الثقافة المصرية، وازاي ان احنا بقينا على خطى العالم في ان مصر بتقدم للعالم هدية. مصر اما افتتحت المتحف الكبير ده مش مجرد مكان لعرض القطع الأثرية، ده مساحة للتعلم والتأمل والتواصل مع الذات والتاريخ البشري. وشفنا قد إيه الزوار والسياح مشدودين أمام هذه الثقافة الحضارية. النهارده حضرتك الزيارات لهذه الأماكن دي وسيلة فعالة عشان تحسن وتعزز الصحة النفسية والوعي الثقافي. ازاي بقى يكون عندي الثقة بالنفس يا دكتور مجدي؟ مهم جدا، والحالة النفسية والاطمئنان يعني ده يساعدني في حياتي، في اتقان عملي، في نجاحي في عملي، في ابداعي. والله دايما كنت بقول ان في فرق بين الشخص الحكيم والشخص المتهور. النهارده اما بنعلم الناس نقول 10 علامات كده بنحفظهم عشان يبقى في شخصية حكيمة وواعية، ويكون في ثبات واتزان انفعالي في الحوار. ما تقاطعش حد وهو بيتكلم، ما تتكلمش بصوت عالي في التجمعات، ما تسألش عن دخل الآخرين جه منين وراح فين، ما تحكمش على المظاهر، لأن كثير من المظاهر بتوقع الناس في مشاكل نفسية. ما تفشيش سر حد حتى لو انت هتثني عليه بهذا السر اللي هو ائتمنك عليه.
لازم نحافظ على الاحترام حتى في الفضاء الافتراضي. النهارده لازم يكون في لغة حوار باحترام ما بين الشخص والآخرين. ما نسألش أسئلة شخصية للآخرين عن زواجه أو طلاقه. ما نمزحش في كل مكان خصوصا مع الغرباء لأن المزح بيقتل القلب. ما نفضحش مشكلة عائلية في الأماكن العامة. اما نلاقي شخص لطيف معانا ويفضل لطيف معانا، فتأكد ان حوارك المحترم واسلوبك في الحوار هو اللي خلى الانسان اللي قدامك يتحدث معك بلطف واحترام. يعني أنت تجبر الآخر على احترامك، وزي يعني ما نقول عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. وهو ده السر الحقيقي. يعني انت عارف حضرتك، في الحياة اللي احنا بنعيشها لازم نبقى نعرف مين هو العدو الحقيقي لنجاحنا يا دكتور محمد. ودي المشكلة القائمة عند الكثيرين. العدو الحقيقي لنجاحنا هو الهوى، وده ذكر في القرآن الكريم كقوة بتضل الإنسان عن الحق، بتعيقه عن الارتقاء. قال الله تعالى: فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. صدق الله الهوى العظيم. نعم. الهوى هو الميل النفسي اللي بيرضي النفس لحظيا، ولو على حساب القيم، ولو على حساب الحق، ولو على حساب المستقبل. ده اللي بيوصل الإنسان للتردد، بيوصل الإنسان للمقارنات، وبيبحث عن رضا الناس وخايف من الفشل. وده السبب الحقيقي اللي بيجعل كثيرين بيعرفوا الطريق بس ما بيعرفوش يسلكوا الطريق الصح. زي وقال ربنا ما تعالى: قال يعني سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتبع هواه وأضله الله على علم. يعني هو مشي ورا هواه وهو عارف الحق، ومشي ورا شهواته وميوله الشخصية، وابتعد عن الحق رغم انه يعرفه، وده اللي بيضيعه وضيع كثير من الناس يا دكتور مجدي. وهو ده اللي احنا بنقوله دايما وبنوجه الناس فيه، وبنساعد الآخرين إن ننتصر على هوانا. مش لازم ننتصر على الآخرين عشان تستعيد الحقيقة في النجاح اللي انت بتعيشه، وما تنظرش للخلف، لأن دايما مستقبلك هو أمامك وليس خلفك. أمس كان ذهب واحنا عايشين النهارده. بكره ده مستقبلي اللي انا ببص ان انا اوصل للنجاح بتاعي من خلاله ازاي. مهم قوي يا دكتور مجدي يكون عندي امل، ويكون عندي تفاؤل، ويكون عندي ثقة بالنفس، وان انا حتى لو اشياء ما قدرتش احققها امبارح او ما قدرتش احققها النهارده، لسه الطريق قدامي والمستقبل قدامي، واتغلب على الصعاب واتعلم من اخطائي التي كانت في الماضي حتى اتلافاها في المستقبل، ولا اكرر هذه الاخطاء. لان مش عيب ابدا ان انا اخطأ، لكن العيب ان انا ما اتعلمش من اخطائي. وهو ده الكلام المنطقي اللي حضرتك في علم النفس السلوكي، ان النهارده اما يكون في انسان عنده عاده عايز يتغلب عليها، 40 يوم تكفي لكسر عاده، 90 يوم تكفي لبناء عاده جديده، 120 يوم تصبح العاده جزء من هويتك، 1000 يوم هتبقى خبير ومتقن لهذه العادة الجميلة اللي انت بتتمنى تعيشها. في علم النفس السلوكي يا دكتور محمد، التكرار المنتظم بيعيد برمجة الدماغ، بيخلق مسارات جديدة للعادات. السر مش في السرعة، بل في الاستمرارية الهادئة. وأنا بشوفها في شخصيات كتير بتغير من نفسها من عادة تكسرها عادة سيئة لعادة جديدة بتكون ليها تأثير على الشخصية الجيدة.
يعني أنا ممكن يكون عادة أو تغيير لطبيعة عملي بالنسبة للشباب اللي في أول حياتهم العملية، إن أنا أستيقظ مبكرا، إن أنا أبذل جهد أكتر، بتبقى شاقة عليا في البداية، لكن بعد كده بتبص تلاقي العملية سهلة وميسرة، والساعة حتى البيولوجية داخل الجسم بتخليني أستيقظ في نفس المكان. زي مثلا صلاة الفجر لما بتبقى شاقة على الإنسان في بداية حياته، لما بيتعود عليها أيا كان بتبص تلاقي لا إراديا يستيقظ في هذا الوقت ويذهب إلى الصلاة. فزي ما حضرتك قلت في خلال 40 يوم بتتحول هذه العادة أو هذا التصرف إلى عادة بيعتادها الإنسان، ثم تزداد بعد 90 يوم وهكذا بالتعود عليها. حضرتك ذكرت في الالتزام بصلاة الفجر، وقد إيه توقفت كثيرا في التفكر في الصلاة خير من النوم. هدية ربنا لينا دكتور محمد في صلاة الفجر، إن نزول ربنا للسماء الأولى وبيدعي وينادي على البني آدمين والبشر اللي هو خلقهم. هل من داعي أستجب له؟ النهاردة حضرتك لو لاحظنا، ودي بيلاحظها الناس اللي موجودين في البلاد وفي القرى وفي كل الأماكن، إن بيبقى في أسري اللي هو أعلى من الأكسجين، بيبقى في الطبقات الأولى من السماء، ودي بيعالج الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والحالة المزاجية والصحة النفسية، لأن الهواء ده قد إيه بيبقى نقي جدا. قد إيه إن كنا بنشوف النشاط بتاع الرجل الفلاح لما كان بينزل الغيط بتاعه وياخد حاجته ويروح الغيط ويصلي الفجر، بيستنشق هواء O3 أعلى نسبة من الأكسجين وأعلى من الأكسجين نفسه، وبيعالجوا دلوقتي بيه الناس المرضى جهاز هضمي والطحال والكبد وغيره. ولكن لازم نبقى عندنا اليقين إن ما جاء في ذكر الله هو الحقيقة اللي لازم نلهم بيها، وتكون هي دي في تفكيرنا وفي علاقاتنا الشخصية. إذا كان في الأكسجين النشط اللي احنا البعض بيتعاطاه الآن يمكن أن أنا أستنشقه في لحظة البكور في الفجر، في الهواء النقي، وزي السيدة عائشة ما قالت عن الرسول: بارك الله لأمتي في بكورها. والله أنا ذكرت لحضرتك قبل كده إن فترة كوفيد أنا عالجت نفسي بالالتزام في الفترة دي بالتواجد قبل صلاة الفجر بنصف ساعة على الأقل من دعاء ومن استنشاق للهواء، وكنت بقعد كده في البلكونة عندي وأقعد استنشق هذا الهواء بثقة بيقين، وكان هو من أحد الأسباب الشفاء. والحمد لله بعد ربنا طبعا، إن الإنسان ما بيملكش من نفسه إلا إن هو يبحث يتأمل يقرأ عشان يستفيد من اللي ورد في القرآن وورد على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان كده الامل مهم قوي، يكون عندي امل، امل في ربنا سبحانه وتعالى ان الامور بايديه، وان انا حتى لو فقدت شيء ربنا سبحانه وتعالى هيعوضني بشيء اجمل منه واحسن منه. ولو علمتم ما يعلم الله لاخترتم ما اختاره الله. ما ندمش على حاجه فاتتني، وده يمكن يكون خير. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن اكون متفائل ويكون املي في ربنا، هو اللي بيدبر لي اموري، هو اللي بيساعدني، هو الاعلم بحالي، هو الاعلم بما يصلح حالي. فهنا التوكل على الله والامل في ربنا سبحانه وتعالى بيدي الثقه والامان والاطمئنينه بالنسبه للقلوب اللي بتطمئن بذكر الله. وعشان كده النهارده يا دكتور محمد اما الواحد بيقول يقيني بالله بيقيني حقيقي، انا يقيني دايما بالله، هو اللي بيقيني، بيقي نفسي، بيقي حياتي، بيقي بيتي، بيقي عملي. لان النهارده انا عندي يقين بالله ان هو السند، هو اللي خلقني، هو اللي مش هيسيبني. وانا كنت يعني
توقفت عن عبارة قريتها: ارخي قبضتك فمن لا يبقيه الود لن تبقيه القوة. أنا شعرت ساعتها دعوة للسكينة، إن الواحد يهدأ ويتوقف عن الصراع مع القلق. الناس اللي بيصيبها التوتر والقلق بتسيب اللي في إيدك بتطير، لو كان نصيبك بيبعد. لما ترخي قبضتك بتريح قلبك قبل إيدك. اللي عايز يبقى هيبقى برغبته، واللي خلاص قرر يبعد الافضل تسيبه الحال وما تفضلش متمسك بحاجه هو رافض وجودك معاه فيها، عشان تفضل انت انسان خفيف سليم من غير ما يكسرك الرحيل. الدكتور مجدي حسن علام، يعني بعد هذه الرحلة الطويلة والعطاء المتنوع والمتعدد، ماذا تعلمت من الحياة حتى يتعلمه الآخر، وتقول أنا تعلمت إيه من الحياة عشان الآخر يتعلم هذا الشيء ويستفيد منه من خلال تجربة حضرتك؟ آه الرضا. الرضا بما آتاه الله لي. أنا راضي بكل ما ربنا بيديهوني. الصبر على الابتلاء، لأن الابتلاء ما بعده عطاء. الثقة في إن ربنا دايما هو الحاملية، بلا حول ولا قوة إلا بالله. إن أنا ما نمشي وأنا زعلان من حد ولا شايل من حد. عندي حاجة كده ربنا ألهمني بيها دايما، إن أنا أكون لوجه الله الكريم كل عمل أنا بعمله، ومش لازم أتفاخر باللي أنت بتعمله. والحمد لله يا دكتور محمد، أنا لا أتقاضى عن أي استشارة أو أي حاجة أي مبالغ، لأن أنا أعملها لوجه الله وعلى روح ابني وزوجتي. ولكن أنا النهاردة الرضا الأساس. طول ما أنا راضي مش هبص لغيري، طول ما أنا راضي مش هبقى دايما مكسور بسبب إن غيري أقوى مني وأعلى مني وأغنى مني. لا، أنا راضي باللي ربنا مديهوني. فده الرضا، ده هي دي الطمأنينة الأساسية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. احنا المشكلة الناس اللي بتعيش في حالة خوف ورعب ودايما يشتكوا. ليه؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لازم دايما بلا حول ولا قوة إلا بالله، وبكلام الله وبكلام سيدنا النبي والذكر في ليل ونهار، هو ده اللي بيحفظ الإنسان. والقناعة، يعني بما قسم الله، القناعة كنز لا يفنى يا دكتور مجدي، مهمة أوي في حياتنا. ما هي القناعة أساسها الرضا. طول ما أنا راضي، طول ما أنا قانع، أنا راضي فأنا قانع باللي ربنا بيديهولي، أنا قانع بالحياة اللي أنا بعيشها. مش لازم دايما يا دكتور محمد ما ببصش لفوق إلا لله، ما ببصش وابص للسماء إلا إن أنا أدعو الله، بس ما ببصش على حد أعلى، ما ببصش على حد أغنى. المشكلة اللي احنا بنعيشها دايما إن الناس بتغير، عندها الغيرة من بعضيها. بس هو لو عنده قناعة زي ما حضرتك قلت ودي كنز، وعنده رضا، عمره ما هيبص للآخر. تقول لمستمعينا ايه لبكره ونظرتهم لبكره والتفاؤل في بكره والامل في بكره يا دكتور مجدي؟ لان كتير من مستمعينا بيتعلموا من حضرتك. لا لا، عفوا. أنا دايما عايز أقول كل أب ما تبقاش تخلي ولادك يبعدوا عنك، ما تخليش ولادك يخافوا منك. النهارده في كتير أبهات خسرت أبنائها لعدم اهتمامهم بيهم، لعدم غياب، للغياب عنهم، للبخل المادي، للتحكم الزائد عن اللزوم، لجفاف المعاملة، لإهانة وضرب الأم قدام ولادها، لاستعمال العنف والضرب ضدهم. وما بينفصل عن الأم بيدفع لهاش نفقتها ولا بيزورهم. فده في الوقت ده بيخسر الأب أبنائه. بس عشان كده احنا دايما بنقول واحنا في فصل الشتاء داخلين،
إن تغيرات الطبيعة دايما لها دور كبير وإيجابي في تغيير النفسية يا دكتور محمد. فصل الشتاء من الفصول المفيدة في معالجة المشاكل الزوجية، لأنها بتحمل دفء وحميمية، بتساعد الزوجين للاقتراب من بعضهم أكتر فأكتر. زي ما قلنا فصل الصيف بيكون فيه العلاقة الزوجية هادئة وخالية من المشاكل، عشان بننظم فيها الرحلات والخروجات والأسفار والمتعة والتسلية. استفادوا من وقتكم، استفادوا من اللحظات اللي بتعيشوها، ما تفكروش في بكرة، لأن ربنا ما سألناش عن صلاة بكرة. هو اللي هيرزق، وهو اللي هيبعت، وهو اللي هيشفي، وهو اللي هيرفع، لأن بإيده كل شيء. ده اللي خلقنا. فانتم متخيلين ان اللي خلقنا هيستغنى عننا؟ ما تفكروش في بكره. سبحانه وتعالى. واللي يعني امرنا بايد ربنا سبحانه وتعالى، ويا رب دايما يكون بكره احسن من النهارده، واملنا ببكره واحلامنا لبكره احسن واجمل لينا ولكل مستمعينا، ونتعلم من الحياه الامل والتفاؤل والرضا والقناعه. هنكون اسعد الناس بالتاكيد يا دكتور مجدي لما الواحد يكون قلبه مطمئن وراضي عن ما قسمه الله له. لو فاكر يا دكتور محمد، من حوالي سنه انا قلت لحضرتك مصر هتبقى من أزهى الدول وأرقى الدول اقتصاديا وثقافيا. واحنا النهارده بنتحسس ونتلمس اهو ان النهارده قد ايه الضوء بدأ يبقى يدخل في المجتمع المصري، والإنارة بدأت النهارده تضيء سماء مصر، لأن النهارده مصر هتبقى محفوظة بكرم الله وبذكرها في القرآن. وبكرة دايما هنلاقي أحسن وهنعيش أحسن. احنا جت شدائد علينا كتير، ولكن أنا متفائل دايما، وعندي التفاؤل إن بكرة، وعندي الأمل إن بكرة هيبقى لينا ولأولادنا. مش هقول لأولادنا، لا، لينا ولأولادنا ولأحفادنا بكرة هيبقى أحسن من النهارده. والظلام تبدو من ثناياه النجوم، والشدائد هي التي تصنع الرجال يا دكتور مجدي وتقوي من عزائمهم. احنا شعب جميل وشعب راقي وشعب مثقف وشعب دايما عنده الطاقة الإيجابية، واحنا على أهبة الاستعداد للتحدي ولمواجهة أي مخاطر، وإن نزود عن مصر أي حد يفكر يمس مصر بكلمة أو بمعنى أو بحرف أو بتهديد. يا رب تحفظ مصر وتحفظ شعب مصر الجميل. وبالتأكيد يعني اتعلمنا أشياء جميلة من الأستاذ الدكتور مجدي حسن علام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ويا رب تكون كمان مستمعينا اتعلموا من هذا الحوار الجميل والممتع مع ضيفنا الكريم. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور مجدي. شكرا يا دكتور محمد، وشكرا لمستمعينك الأفاضل، وشكرا للباشمهندسة على ذوقها الرفيع وذوق الباشمهندسة هاد. أشكر حضرتك، وصباح الفل وصباح ايدي راديو على كل مستمعينا. وبكده بنصل لنهاية فترتنا المفتوحة صباح ايدي راديو على راديو التعليمية، وضيفنا الكريم الدكتور مجدي حسن علام، وكنا معاكم هالة عبده ومحمد لطفي، وإلى اللقاء.